بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سائل يسأل: ما حكم صلاة التراويح؟ وما هي ركعات صلاة التراويح؟ وما الفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ وكيف نصلي صلاة التراويح؟ وما أقل عدد لصلاة التراويح؟ نقول وبالله التوفيق. صلاة التراويح سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات مع صحابته، ثم لم يخرج من حجرات زوجاته خوفا أن تفرض على المسلمين. ثم جاء بعد ذلك الخلفاء الراشدون، وصارت سنة متبعة أن يجتمع الناس في المسجد بعد صلاة العشاء في رمضان، وأن يتقربوا إلى الله تعالى بصلاة التراويح. وعلى خلاف بين العلماء في أنها تصلى 20 ركعة، ومنهم من قال أقل صلاة التراويح 8 ركعات. والأمر في هذا فيه متسع، لأن صلاة التراويح إنما هي من باب السنة والتطوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن صلى 8 جاز له ذلك، وإن رأى في نفسه قوة فصلى 20 ركعة فجاز له ذلك، فإن صلى 8 ركعات جاز له ذلك، وإن صلى 20 ركعة جاز له أيضا ذلك إن رأى في نفسه قوة. والفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد أن صلاة التراويح ما كان أول الليل بعد صلاة العشاء، والتهجد ما كان آخر الليل قرب صلاة الفجر، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ولأن أفضل الأوقات هي الليل الغابر، فصلاة التهجد تكون في الثلث الأخير من الليل، وهي أيضا من باب التطوع وباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصلي من الليل حتى تورمت قدماه. ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فامتثالنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لسنته علينا أن نحافظ على صلاة التراويح قدر الإمكان، وأن نتقرب إلى الله بهذه العبادات الطيبة. وكل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.